النظر اتحسن كمان من سطرين إلى 3، ما حصلش عندنا أي ارتشاحات زي اللي أنت حقنت عليها قبل كده لغاية دلوقتي، وبقول لك الحمد لله. الحمد لله. اسم حضرتك وجاي منين؟ معمر علي الهروجي من اليمن. الحاج معمر، قول لنا إحنا كانت مشاكلنا إيه؟ كانت في البداية جلطة يعني في العين، حقنتها في اليمن 11 مرة، بعدين تعرض العين لضغط عين وصلت لدرجة 40-45. قررت ان انا اسافر مصر. في ناس دلوني على الدكتور هشام غريب، وعملنا العملية الصمام والحمد لله الآن تمام. نسبة الضغط العين أصبحت 10، يعني بعد العملية حق الصمام. إحنا بقالنا قد إيه من العملية؟ بقالنا 18 يوم. كان في أي تعب مع العملية أو الفترة لا الحمد لله وشكر الله، ما فيش ولا أي تعب. الحاج معمر، المشكلة عندنا في الأساس كانت وجود جلطة داخل الوريد الرئيسي للعين، وده حاجة بيكون أوعية دموية غير طبيعية داخل العين، وده اللي بتسد الزاوية الداخلية للعين وتؤدي في النهاية إلى زيادة مستمرة في الضغط اللي وصل حوالي 55. ده رقم كبير وموجع ويؤدي إلى فقد شبه كامل في عصب العين. وكمان الضغط العالي يا حاج معمر هو كمان بيؤدي إلى جلطات في الوريد، يعني ده بيعمل كده وده بيعمل كده، الاتنين بيؤدوا إلى بعض. وبالتالي كان لازم الضغط يقل بشكل كبير جوه العين عشان نحافظ على بقية النظر. ده اللي عملناه، واخترنا زرع صمام أحمد أمريكي داخل العين، أو أنبوب داخل العين، زائد جهاز منظم للضغط بيكون في الجزء الخلفي من العين. وده اللي أدى بينا الحمد لله إن الضغط بقاله مستمر على مدى الأربع متابعات اللي فاتت ما بين 10 إلى 12 طول الوقت، لله الحمد. النظر اتحسن كمان من سطرين إلى 3، ما حصلش عندنا أي ارتشاحات زي اللي أنت حقنت عليها قبل كده لغاية دلوقتي، وبقول لك الحمد لله. الحمد لله. تحب تضيف أي شيء؟ خلاص، نشكر الدكتور هشام غريب على المجهود الذي بذله، والحمد لله والشكر لله تمام التمام. شكرا جزيلا. العفو. شكرا توصل بألف سلامة كده في بلدك.